السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتي هوايات يومية بسيطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم غريبة ديال البهلة اللي كتجي رائعة وناجحة مليون في المية من اول تجربة، يعني كونوا متأكدين انها غادي تنجح معكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير اللي هما ساهلين وبساط وتعطيو كمية اللي وفيرة. ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كاس وربع ديال الزيت كيف كتشوفوا. غادي نحتاجو 125 غرام ديال المنقارين. غادي نحتاجو الكاس عامر مزيان ديال السنيده. غادي نحتاجو الكاس عامر مزيان ديال اللوز مطحون. غادي نحتاج نص كاس العنبه ديال الزنجلان. غادي نحتاجو 2 ساشيات ديال الخميره الكيميائيه من فئه 7 غرام. غادي نحتاجو لواحد النكهه ديال الفلون كراميل. غادي نحتاجو السكر فاني ساشي واحد. غادي نبداو دابا. غادي نوضعو الزبده هي الاولى، تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني استعملوا اي زبده متوفره عندكم. صافي من بعد غنضيفوا ليها السكر سنيده. صافي كنبداو كنخدموا مزيان. نضيفوا الزيت. نضيفوا داك الساشي ديال السكر فاني. والساشي ديال الفلون كراميل. هنا ما نسيت ما ذكرتش معكم القرفه، كنضيفوا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، راه كتعطي واحد النكهه اللي هي غزاله. ومن بعد كنضيفوا اللوز اللي مطحون والزنجلان. هاد الطريقه كتخلي الغريبه ديالكم كتنجح معكم من اول تجربه. يعني ضروري تخدموا الزبده وهاد المكونات مزيان، عاد تضيفوا الخميره الكيميائيه وعاد تبقاو تضيفوا الدقيق اللي مغربل. انا هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، راه استعملته يعني كامل. ما تحاولوش تدلكوها، يعني كنجمعوا صافي. يعني غادي تجمع لينا العجينه، يعني الدقيق غيدخل لينا مع المكونات صافي تنجمعوا العجينه. يعني ما كندلكوهاش باش كتضمنوا انها غادي تشقق لكم. كنحاولوا نشوفوا القوام ديالها باش نشوفوا واش غنزيدوا الدقيق ولا لا. انا هنا راه عبرت الدقيق، يعني استعملت 500 غرام، نص كيلو ديال الفرص. صافي غادي نجمعها وغادي نبداو نشكلوها كريات. في هذا الاثناء حنا غادي نشعلوا الفران ديالنا باش يسخن، لان البهله كيف ما كتعرفوا كتبغي الفران يكون سخون باش كتشقق لينا. كنشعلوا الفران من التحت ومن الفوق وكنخليوه يسخن مزيان بما كنبداو حنا كنكوروا البهله. بالنسبه للبهله يعني غالبا كتنجح هكا بزاف في الفران ديال الزنقه. هنا انا نستعملها غير في الفران ديال الكهرباء، راه كتجي غزاله وكتشقق مليون في المئة يعني، كتجي رائعه رائعه. وراه شفتوا النتيجه كيف جات. غير تبعوا المراحل كما هما. كيف ما كتشوفوا هاد الكميه ديال المقادير يعني عطاتنا كميه لا باس بها. عطاتنا بالعبار ديال الكيلو، عطاتني كيلو و200 غرام ديال البهله. يعني بالنسبه للاخوات اللي غيبغيو يحضروها للعيد يعني راه سهله واقتصاديه وكتعطي كميه اللي مناسبه جدا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا نستمر حتى كنكملوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. فاش غادي نساليو هاد لاطه الاولى غادي نوضعوا البهله ديالنا يعني قريبه من العافيه من الجهه من الفوق، يعني غنشعلوا عليها غير من الفوق. الا كان عندكم الفرن ديال الغاز غادي تشعلوا عليها غير من الفوق حتى كتشقق.
ومن بعد كتردوها لتحت باش كتحمر. كذلك بالنسبة للفرن ديال الكهرباء، شعلت عليها من الفوق حتى تشقات وشعلنا عليها حتى تحمرات من التحت ومن الفوق. هذا هو الشكل ديالها النهائي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه كتجي رائعة. وشكرا على المشاهدة، الى اللقاء.